السلام عليكم ومرحبا بكم اخوتي في انوار ستاد. اليوم جبنا لكم تغطيه كامله ومفصله من قلب ملعب مولاي الحسن في الرباط باش توصلكم كل صغيره وكبيره على الاشغال وكيفاش داير المشروع دابا. منين كنطلعوا الفوق كنشوفوا العشب مفروش بشكل منظم ومقسم لمربعات صغيره، الرشاشات خدامه باش يحافظوا على الري والجذور، وباين ان الاعمال ديال تجهيز العشب داخلت في المرحله النهائيه. داكشي اللي كيخص من التسويه، من عمليه الري، ومن اصلاح اي بقعه باش الملعب يولي جاهز للعب على مستوى دولي. المدرجات دايره الانطباع ديالها، اللونين الاحمر والخضر عطاو طابع وطني جميل وكيديروا منظر زوين من بعيد ومن قريب. الكراسي تركبتها شبه مكتمله، وحتى الكراسي ديال في اي بي بداو كيتثبتوا في الاماكن المخصصه لهم. الممرات بين الدرجات درابزين ومخارج الطوارئ باينين خدامين عليهم بترتيب ومنهجيه باش يضمنوا السلامه، وعدد المقاعد والمسالك تكون مطابقه للمواصفات. السقف الحديدي والهيكل العلوي حقاش هو اللي كيعطي الوجه العالمي للملعب. كاينين رافعات عملاقه خدامه كل يوم، وتلحيم وتركيب للعوارض والقطع الحديديه. العمليه ماشي سهله لانك تحتاج دقه في التثبيت باش يتحمل وزن الغطاء في المستقبل والظروف الجويه. المهندسين والعمال خدامين بنظام وكيجيهم قطع جاهزه للتركيب، وكل جزء كيتجرب قبل ما يتثبت باش نقلوا اي خطر او خلل. الواجهه الخارجيه والطرق اللي كتوصل للملعب كيتخدموا حتى هما. كاين عمليه رصيف وتبليط، انشاء مداخل للمشجعين وممرات مهيئه للسيارات والطاكسيات والحافلات باش في نهار المباريات تكون عمليه الدخول والخروج منظمه وما يكونش زحام. كذلك كاين تجهيزات الانظمه الامن والمراقبه مع ابواب ولوج خاصه بالفرق والاعلام. داخل المبنى البنيه التحتيه خدامه، غرف تغيير الملابس مجهزه بالمرافق اللازمه، غرف العلاج والتاهيل، قاعات الذهاب والعوده، ممرات للاعبين ومداخل خاصه بالحكام. كذلك كاين فضاءات مخصصه للمؤتمرات الصحفيه، غرف للاعلاميين ومساحات للتلفازه والبث المباشر مزوده بالوصلات الضروريه. الانظمه الكهربائيه والميكانيكيه والتهويه كلها كتدوز التجارب ديالها باش تضمن الجوده والسلامه. التحضيرات التقنيه مستمره، انظمه الاضاءه الملعبيه كيديروا لها اختبارات للتاكد من تجانس والسطوع المطلوق لبث المباريات. كذلك نظام الصوت واللوحات الالكترونيه والكاميرات. هاد العناصر مهمه باش الملعب ما يبقاش غير مادي ولكن يولي جاهز يستقبل المنافسات على مستوى وطني وقاري وحتى دولي. تسيير المشروع كيبان منظم، بحال اللي كاين تنسيق بين عده فرق، مصممين، مهندسين، مقاولين ومصنعين. المواعيد واحترام الجداول الزمنيه مهمين بزاف، حيث الجمهور والفرق المتضارة والفعاليات كل شيء باغي يشوف الملعب خدام. من خلال زيارة كيبان أن معظم الأعمال المتبقية هي اللمسات النهائية: تشطيب الواجهات، تركيب الكراسي اللي باقية، ضبط العشب وتثبيته، واختبارات أنظمة تقنية. الجانب ديال السلامة المهنية واضح، العمال لابسين معدات الوقاية، وعلى مواقع الرافعات كاين تفتيشات منتظمة، لكن كتبقى أنها خاصة تكون مراقبة مستمرة لضمان تطبيق معايير السلامة، خصوصا في العمليات اللي فيها ارتفاعات كبيرة أو لحم ثقيل. من الناحية الجمالية والتشغيلية، الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة بحال مداخل الجمهور، اللوحات الإرشادية، ركن المأكولات والمشروبات، والوصول لذوي الاحتياجات الخاصة هو اللي كيعطي طابع احترافي للملعب. منين غادي يجي يوم الافتتاح، الجمهور خاصو يعيش تجربة سهلة وممتعة من أول ما يجي في الباركينغ حتى يخرج من الملعب. شنو باقي؟ بقاو مع الاشغال البسيطه والمتوسطه، ولكن المهمه: الانتهاء من تركيب السقف بنسبه 100%، تحقق من العشب بشكل نهائي بعد تجارب السقي والضغط، تنظيم الممرات وتجهيز المرافق، والقيام باختبارات تجريبيه للمباراه الوديه باش يتاكدوا من كل شيء في الميدان والانظمه. الختام: ملعب مولاي الحسن القلب المشروع كيبان قريب يوصل لمرحله اللي نقدروا نقولوا بانها جاهز تقريبا، ولكن خاصها تتاكد كل الاختبارات والمعاينات. هذا المشروع ماشي غير ملعب، هو استثمار ثقافي ورياضي للرباط والمغرب كامل. الجمهور كيستنى اللحظه اللي غادي يملأ الملعب ويعطي الدعم للفرق الوطنيه والمحليه، وهذه فرصه باش نكونوا فخورين بالبنيه الرياضيه اللي كتبنى في بلادنا. شكرا لكم على المتابعه مع انوار ستاد. خليوا لي الراي ديالكم في الكومنتير، شنو كتحسوا بواحد الملعب بهذا الشكل؟ واش كتوقعوه يكون جاهز للقادم من المباريات؟ وما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو مع الناس اللي مهتمين بالاشغال الرياضيه وبالملاعب في الرباط. كان معكم انوار ستاد، والى اللقاء في التغطيه الجايه من قلب الاحداث.
السلام عليكم ومرحبا بكم مباشرة من قلب ملعب ابن بطوطة في طنجة مع أنوار ستاد. اليوم جيناكم من موقع الصحافة باش نوريكم تفاصيل الأشغال الأخيرة وتشغيل الأنظمة التقنية، وبالخصوص تغطية السقف وتشغيل المعالجة الضوئية والتجهيزات اللي غادي تحول الملعب لمعلم عصري ومجهز للمواعيد الكبيرة. كنبداو من فوق عن قرب مع السقف. هذا القماش التقني اللي كيغطي سطح الملعب مركب بطرق هندسيه متقدمه. الشفره، الحبال الفولاذيه والرافعات خدامين وفق مخططات دقيقه باش السقف يكون ثابت ومتين قدام الرياح والعوامل الجويه. كل وصله وكل قوس معموله بحساب السلامه والمتانه باش تعطينا نتيجه نهائيه انيقه وتضمن استمراريه الخدمه لسنوات. ندوزو الهياكل الحديديه والدعامات. هاد الاطر اللي كتشوفوها هي العمود الفقري ديال السقف، مصممه باش تحمل الاحمال وتوزعها بطريقه متوازنه. المهندسين كيطبقوا معايير دوليه في التركيب والاختبارات باش ما يبقاش حتى خطا بسيط. هذا الجانب التقني مهم بزاف باش نعطيو المشجعين تجربه امنه ومريحه. المحطة اللي كتخطف الأنظار هي تشغيل المعالجة الضوئية. هاد الأنظمة ماشي غير كتضوي، هي مبرمجة باش تصايب عروض ضوئية متحركة تعطي أجواء قبل الانطلاقة وفي لحظات الاحتفال، وتخدم مع البث التلفزيوني باش الصور اللي كتشوفوها في الشاشات تكون واضحة ومبهرة. تركيب ديال الكابلات، وحدات التحكم واللوحات الإلكترونية كيدوزوا اختبارات متواصلة باش نتأكدوا من الفعالية قبل أي حدث رسمي. الشاشة العملاقة ولوحة الإشهار حاضرين من كل جهة. هاد الشاشات بجودة عالية وغادي تكون وسيلة تواصل مباشرة مع الجمهور داخل الملعب، سواء لعرض اللقطات، الإعلانات أو معلومات المباراة. اللوحة الإشهارية الرقمية كتفتح آفاق كبيرة للرعاة وكتساهم في إعطاء الملعب هوية تجارية وعصرية. السلامة المهنية حاضرة في كل محطة، العمال لابسين معدات الحماية، القوافس والإشارات موجودين، والفرق التقنية كتشتغل بنظام واضح وموزون باش نقلل المخاطر قدر الإمكان. الاختبارات الدورية والتدقيق في التوصيلات والموصلات جزء من البروتوكول قبل ما نعطيو الضوء الأخضر لأي تشغيل نهائي. الأرضية والعشب خدامين عليها بدقة، العشب منسق ومهيأ باش يقبل المباريات الرسمية، وأنظمة الصرف والري تم تركيبها باش تحافظ على جودة الملعب مهما كانت الظروف الجوية. العناية بالأرضية مهمة باش نحافظوا على سير المباريات بشكل محترف وآمن. اللي كنشوفوا اليوم ماشي غير تجهيزات تقنية، هذا مشروع طويل بخطوات متزامنة بين المهندسين، العمال والمختصين في التقنيات السمعية والبصرية. كل ضوء مشغل وكل شاشة مركبة هي خطوة باش طنجة تكون في صورة الملاعب العالمية. تابعونا باش توصلكم كل التفاصيل من موقع الأشغال، وشاركوا الفيديو مع اللي مهتمين بالملاعب وبالتهيئة الرياضية. ما تنساوش تشتركوا في القناة أنوار ستاد باش تبقوا متابعين كل جديد من الميادين والتجهيزات. كان معكم فريق أنوار ستاد من ملعب ابن بطوطة. سلام.